السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعرف ايه الفرق ما بين اتجاه الكتابة ولغة الكتابة والمحاذاة في الوورد. طيب في الاول كده، يعني ايه لغة الكتابة؟ لغة الكتابة هي اللغة اللي انت بتكتب على الوورد بيها، سواء انت بتكتب بالعربي او بتكتب بالانجليش. طبعا كلنا عارفين علشان نغير اللغة يا اما بروح كده بالماوس على الايقونة بتاعت اللغة دي وبختار اللغة اللي انا عايزة من هنا، او طبعا انتوا كلكم شاطرين وعارفين ان الت وشيفت بتغير اللغة. الت مع الشيفت هتلاقي بغير لانجليش اهو، الت وشيفت بغير العربي. يبقى انا كده عرفت لغة الكتابة هي اللغة اللي انا بكتب بيها. طيب يعني ايه بقى اتجاه الكتابة؟ اتجاه الكتابة معناه انا هكتب من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. يعني انا مثلا لو انا بكتب في كشكول وبكتب بالعربي، هيبقى بكتب من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ لا، بالعربي انا بكتب من اليمين للشمال، هبقى واقف هنا كده بالقلم واكتب من اليمين للشمال. طب لو انا بكتب بالانجلش هكتب من الشمال لليمين. نفس الفكرة بالظبط في الوورد. في الوورد علشان تكتب صح وعلشان الدنيا تبقى ماشية معاك صح لازم تظبط اتجاه الكتابة قبل ما تبدأ تكتب. خلي بالك انت لو مش مظبط اتجاه الكتابة قبل ما تبدأ في الوورد او قبل ما تبدأ تكتب في الوورد، كل حاجة عندك هتبوظ. اما تيجي تبدأ تنسق هتلاقي اليمين بقى شمال والشمال بقى يمين، ومش هتبقى عارف ايه المشكلة. طيب تمام، اظبط اتجاه الكتابة ازاي في الوورد؟ في عندك في قائمة هوم هتلاقي في أداة اسمها رايت تو ليفت تكست دايركشن. طبعا اي اداه في الوورد لو وقفت عليها هتديك اسمها، ولو ليها اختصار كمان هتديك الاختصار بتاعها. والاداه اللي جنبها دي اللي هي ليفت تو رايت تكست دايركشن، دي بتخلي اتجاه الكتابه ناحيه اليمين. خلي بالك كده، بص مؤشر الكتابه دلوقتي بينور ويطفي ناحيه ايه؟ الشمال، لان دي هي اللي منوره. طيب لو انا رحت دوست على الاداه دي، بصوا ايه اللي حصل؟ اتجاه الكتابه اتغير، مؤشر الكتابه راح عند اليمين او وقف ناحيه اليمين. طيب يبقى انا من هنا بغير اتجاه الكتابه. طب ممكن اغير اتجاه الكتابه بالكيبورد؟ انا مش عايزه امسك الماوس. اه ممكن. تعالوا نفتح الكيبورد كده، هتلاقي فيه عندك كنترول وشيفت يمين، كده انت بتجيب مؤشر الكتابة ناحية اليمين، وكنترول وشيفت شمال كده انت بتجيب مؤشر الكتابة ناحية الشمال. وطبعا هتفرق انت بتدوس على الشيفت اليمين ولا الشيفت الشمال. طبعا انا مطلعة قدامكم الكيبورد دي، بس انت اشتغل بالكيبورد اللي قدامك، ما تطلعش الكيبورد دي وتكتب بيها على الوورد. مش صح ان انت تكتب على الوورد بالكيبورد اللي هي على الشاشة. احسن تحط ايدك كلها على الكيبورد اللي قدامك، سواء لابتوب او كيبورد متوصله بجهاز كمبيوتر، وتكتب تحاول تكتب على قد ما تقدر بايديك الاتنين. طيب هتفرق الشيفت اليمين، كنترول وشيفت يمين يبقى هتجيب مؤشر الكتابه يمين، كنترول وشيفت شمال هتجيب مؤشر الكتابه ناحيه الشمال. طيب عرفنا يعني ايه لغة الكتابة، يا اما بكتب بالعربي او بكتب بالانجليش، وعرفنا يعني ايه اتجاه الكتابة. لو انا بكتب بالعربي يبقى مؤشر الكتابة بينور ويطفي من اليمين، لو انا بكتب بالانجليش يبقى مؤشر الكتابة بينور ويطفي ناحية الشمال. طب يعني ايه محاذاة؟ المحاذاة يعني يا اما بجيب الكلام في النص، في نص الصفحة، يا اما بجيب الكلام يمين او شمال. الكلام ده بعمله ازاي؟ من قائمة هوم. وطبعا واحنا محددين واتكلمنا كتير قوي في المحاضرات، لازم تبقى محدد في الوورد قبل ما تعمل اي تنسيق. فانا هحدد الكلمه اللي قدامنا دي، وبعدين هروح قائمه هوم، هتلاقي فيه 3 ايقونات جنب بعض كده. دي بتجيب الكلام ناحيه اليمين، محاذاه يمين، ودي بتجيب الكلام في النص، ودي بتجيب الكلام ناحيه الشمال. طبعا في الحاله بتاعتنا دي احنا عايزين بسم الله الرحمن الرحيم في النص، وممكن نكبرها شويه كده، وممكن نعملها بولد علشان اكنها تبقى كمان ممكن نحط لها خط عشان تبقى عنوان. طيب انا متلخبط دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. انت معاك ورقه، والورقه دي انت عايز تكتبها على الوورد. شوف الورقه دي بالعربي ولا بالانجليش. والله الورقه بالعربي، خلاص انا هروح اغير لغه الكتابه واخليها عربي. طيب وبعد كده خلي مؤشر الكتابه ينور ويطفي ناحيه العربي، ناحيه اليمين. طيب هلعب في مؤشر الكتابه تاني؟ لا، ملكش دعوه بمؤشر الكتابه تاني، خلاص. انت بتغيره مرة واحدة بس اول ما تبدأ تكتب. طب ثانية واحدة، ده في الورقة اللي معايا شوية كلام بالانجلش، هو انا مش هغير اتجاه الكتابة وانا بكتب بالانجلش؟ لا،
وانت بتكتب بالانجليش في وسط العربي، انت في الاصل انت بتكتب عربي، اوعى تغير اتجاه الكتابة في وسط ما انت بتكتب. يعني انت بتكتب بالعربي، يبقى مؤشر الكتابة بينور ويطفي ناحية اليمين، ابدأ اكتب. طب في كلام انجليش، حول لغة الكتابة واكتب. ايه ده عادي؟ طيب خلصت الانجليش، حول لغة الكتابة تاني وغير العربي، ما تجيش ناحية اتجاه الكتابة تاني خالص، انت بتغير لغة الكتابة بس. يعني معنى كده ان انا بغير اتجاه الكتابة مرة واحدة بس في الوورد. اول ما بفتح الوورد بغير اتجاه الكتابة او بظبط اتجاه الكتابة يمين او شمال وخلاص، ما بجيش ناحيتها تاني خالص. طيب لو انا كتبت على طول وما اخدتش بالي اتجاه الكتابة صح ولا لا، وبعد ما كتبت وبدأت انسق، لقيت بعد ما عملت البولتس لقيت البولتس ناحية الشمال كده، والمفروض ان التعداد ده بيبقى ناحية اليمين، ليه كده؟ هو ده اللي انا كنت بكلمك عليه في الاول، لو انت مش مظبط اتجاه الكتابة صح هتلاقي كل حاجة متشقلبة. طيب انا خلصت كتابة وما اخدتش بالي وحصل اللي حصل، اعمل ايه؟ انا دلوقتي خلصت خلاص وبدات انسق، لقيت المنظر بالمنظر ده. طب اظبطها ازاي؟ امشي معايا بقى الخطوات واحده واحده، امشي معايا الخطوات واحده واحده. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنظبط اتجاه الكتابه في الوورد. يعني انت نسيت تظبطها في الاول، فبعد كده هنحل المشكله دي. هنحل المشكله دي بعد ما خلصت كتابه وبدات تنسق، لقيت الدنيا مش مظبوطه، هتعمل معايا الخطوات دي. طيب هنعمل ايه في الاول؟ هنعمل في الاول كنترول ايه علشان نحدد المستند كله. بعد كده خلي اتجاه الكتابه يمين، خلي اتجاه الكتابه يمين. ايه ده؟ طب ده الدنيا باظت اكتر. لا مالكش دعوه، خليك بس معايا واحده واحده. انا عارفه ان الدنيا باظت، احنا بنصلح لسه. طيب يبقى خليت اتجاه الكتابه يمين بعد ما عملت كنترول ايه. طبعا كنترول ايه بتحدد المستند كله حتى لو 500 ورقه. وبعدين خليت اتجاه الكتابه يمين. طيب بعد كده خلي المحاذاه يمين. الاول تخلي اتجاه الكتابه يمين، بعدين خلي المحاذاه يمين. بعد كده ابدا نسق تاني. يعني لو انت مثلا كان عندك كلمه في النص، خليها تاني في النص. لو مثلا كلمه الاول دي في النص كانت في النص، هاتها في النص، شيل منها البولتس وهكذا. شوف انت بقى عايز تبدا تنسق تاني او تظبط التنسيق بتاعك. انما علشان تعدل اتجاه الكتابه بعد ما خلصت كتابه وتنسيق وما كنتش واخد بالك، علشان تعدل الخطأ ده بتعمل كده في الأول. اعمل كنترول ايه وبعدين خلي اتجاه الكتابة يمين من هنا، وبعد كده خلي المحاذاة يمين، وبعد كده ابدأ عدل في التنسيقات تاني زي ما كنت انت عايز. ما تنساش تعمل لايك وشير، كمان تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. أسيبكم في رعاية الله.